السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة كما كتشوفوا في الفيديو. ان شاء الله غنحضر معكم واحد التشكيلة ديال الصابلي اللي كتجي راقية وكتجي زوينة بزاف، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هاد الصابلي يعني تحمرة الوجه. ربعة د الاشكال ديال الصابلي متشكلين كل شكل بنكهه، وكل شكل كيفاش مزينه انايا. ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، راه كيجيو زوينين بزاف وكيجيو بنان. واصلا انا العجينه رانا محضره معاكم في القناه، وغندوزو ان شاء الله نوريكم باش زينت هاد الصابلي هذا. وكما كان قلت لكم البنات، هاد الصابلي هذا راني حاطه العجينه ديالو في القناه، غنحطها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. بغيت نحضر معكم غير تزيين. علاش لا، بزاف البنات كيقولوا لي حطي لينا الصابلي كيفاش نزينوه. هذا البنات درتو بلا غوم ديال القهوه، ونفس الوقت درت فيه القهوه سريعه الذوبان، هي اللي كتبان لكم هذوك الحبيبات ديولها، كتعطي واحد النسمه وواحد المذاق ما نقول لكمش البنات كيفاش كتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا هي اللي كتعطيه داك اللوين هكايا. ودائما كنقول لكم البنات الصابلي يكون رقيق. وراه انايا دايراه بدوك التعليقات اللي حاطه لكم في القناه، راه غنحطهم لكم في صندوق الوصف. نفس التعليقات اللي حضرت معكم هما باش لصقت هذا الصابلي هذا. هذا الثاني البنات، هذا حضرته درت فيه النكهه ديال الكوك اللي حمرته وطحنته وجعاتي هذا اللوين هذا اللي كيجي زوين بزاف حتى هو. وراه نفس التعليكه باش ملصقاه، وكما كنوريكم شوفوا الصابلي شحال كيجي رقيق. يعني الصابلي باش يعطيكم البنه ديالو تبان خاصكم ديروه رقيق بزاف البنات باش يعطيكم المذاق. هذا كما كتشوفوا صابلي اللي درتو بالكاكاو المر، اللي كيجي المذاق ديالو زوين بزاف وتا هو كيجي رقيق. دائما الصابلي ملي كيكون رقيق كيعطيكم البنه ديالو. وهذا اللي درت بهذا المرشم هذا درتو بلا غوم ديال البرتقال، وفي نفس الوقت درت فيه القشور ديال المركز اللي كنت حضرت معاكم من قبل في القناه. دوك القشور اللي قلت لكم خبيت راه كيجيو زوينين وكتجي فيهم واحد الريحه ما نقول لكمش. ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هاد الربعه ديال الصابلي. هذا الصابلي كما قلت لكم دائما الصابلي ديروه رقيق باش كيجي زوين. هذه البنات النوغا اللي كتجي بلي فروي كتجي زوينه بزاف، وبكاوكاو كونكاسي او اللوز ايفيلي عفوا، كتجي زوينه بزاف. راني حضرتها وغنحطها معكم في القناه ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. ودرتها في دوك السيليكون اللي شويه طالعين باش كتجي عاطيه واحد المنيضه. تزيين الثانيه البنات هذا كاملين البنات كيعرفوه، هذا المول ديال ارابيسك اللي كيجي زوين بزاف وكيعطي واحد المنيضر. الا كنتو بغيتوا البنات نخدموا معاكم في القناه خليوا لي في التعاليق وندير لكم واحد الفيديو غير على الطريقه باش تخدموه وكيفاش تخدموه. هذا هو السيليكون ديال الارابيسك كما كتشوفوا، راه كتجي به الخدمه زوينه بزاف البنات. وما تياكلش الشوكولاط هذا بزاف، هذا الشوكولاط يعني غير شويه ديال الشوكولاط كيكفيه، ما كيديش الشوكولاط بزاف في الخدمه ديالو. وفيه شكيلات بزاف، فيه المربع كما قلت لكم. هادو الزواقات ديالهم كيكونوا مختلفين، فيهم بزاف الشكيلات. نتوما على حساب الشكل اللي بغيتو باش تخدموا وعجبكم تجيبوه. وكيجي كما قلت لكم ساهل حتى في الخدمه ديالو، راه كما قلت لكم كيجي زوين وعاطي المنظر. هنا البنات كما كتشوفوا عندي كاوكاو كونكاسي او اللوز باش ما بغيتو تخدموا نتوما تخدموا، هو اللي غنزين به هذاك الارابيسك كما كتشوفوا غنوريكم. واللي ما بغاش يدير ليه لا اللوز كونكاسي ولا حتى حاجه، بغى يخليه غير هكاك يحطوه غير هكاك ويخليه راه كيجي زوين. هذا الشكل الثاني اللي غندير معكم بالنوغا. هاد النوغا هادي انا راه كنت حاطه معكم النوغا ديال الجنجلان في القناه، هذه حتى هي كتجي نفس الطريقه نيت، ولكن هذه كتجي عاليه شويه وكتجي هاتي واحد المنيضر زوين بزاف. هنايا عندنا الفيرميسيل كحل اللي غنزين به هذا الشكلاط هذا، غنزين به هذا الصابلي هذا اللي درت
الكاكاو، راه تيجي واحد المذاق وواحد البنه فيها البنات ما نقول لكمش. وهذه عجينه الشوكولا اللي حتى هي غنحطها معكم ان شاء الله في القناه، وغتشوفوها كيفاش غتجي وتخدموا بها بزاف ديال صابلي ان شاء الله. هنايا عندي البنات الشوفان كراميليزي. دابا الا كنتو بغيتوه ان شاء الله قولوها لي في التعاليق ونخدموا معكم في القناه ونوريكم كيفاش تخدموه. هو ملي تبغي تشريه كيطيح كيجيك غالي غير شويه، كيكون غالي. اللهم تخدموه في الدار كتعطيكم كميه كثيره وتخدموا به بزاف الحوايج. هادو التعليقات اللي كنت حطيت معكم في القناه كما قلت لكم راه غنحطهم لكم في صندوق الوصف. انا هادو جوج تعليقات اللي درت باش زينت هاد الصابلي هادو كاملين. وندوز البنات باش نوريكم عجينه الشوكولا اللي حتى هي حضرتها ان شاء الله وغنوريها لكم في القناه، غنحطها لكم اللي بزاف البنات اللي طلبوها وما كتبغيش تصدق ليهم، وغنوريهم التفاصيل يعني غنمشي معاهم خطوه بخطوه حتى ان شاء الله تصدق ليهم. وراه كتخدموا بها بزاف الحوايج الصابلي ديال المناسبات ديال الزياده. تزينوا بها بحال هكايا الصابلي. كما كتشوفوا انا درت هاد الوريده هادي اللي غنزين بها الصابلي. وهنايا عندي غير الشكلاط عادي، الشكلاط اللي ذوبته غنلصق به هذه ديال النوغا. كتجي ساهله ما تبقاش طيح لكم النوغا ملي تكونوا تزينوها في البلاطوات، احسن من التعليكات. يعني غير باش تزينوا النوغا ما من الداخل رانا درت تعليكه باش زديت هذا الصابلي هذا. كما كتشوفوا باش كتبقى شاده بلاصتها يعني ما كتحرك ما حتى حاجه. ها هو شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي وكتجي ساهله. وراني خادمه هذه في ديك الطابيه هذا الصابلي هذا. ماشي بالضروره كما قلت لكم البنات تخدموا الصابلي ديالكم باي مرشم عندكم، والنوغا اي اي سيليكون عندكم تخدموا به النوغا ديالكم. راه ماشي بالضروره تخدموا بهادو بنفس الطريقه باش خدمت انايا. المهم انا عطيتكم غير فكره، نتوما لكم الاختيار تخدموا باش ما عجبكم. الصابلي دائما كيبغي غير تفني فيه والطويبعات يكونوا زوينين. وكيفاش تدخلي الخدمه ديالك الجديد، يعني كيفاش تخدمي الصابلي ماشي بالضروري دائما كنديروا الصابلي غير بدوك سموم ديال الشكلاط غير الطوابع ديال الشكلاط. ما كان الناس بزاف اللي ما تيبغيوش الشكلاط بزاف، كيبغيو بحال هكايا كيكون صابلي يعني في ديك القرمشه ديال النوغا وديك القرمشه ديال الكاوكاو يفيلي او اللوز يفيلي. هاد الصابلي كما كتشوفوا التزيين ديالو كيفاش كيجي راه كيجي زوين بزاف. ونتمنى تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم، بالخصوص هاد النوغا هادي اللي كيكونوا فيها هاد اللوينات هادي كتكون عاطيه المنظر. البنات اللي تيخدموا بحال هكايا الكوموند كتجي زوينه في البلاطوات. هذا الشكل الثاني اللي قلت لكم درتو زدت فيه القهوه سريعه الذوبان كتعطي واحد المذاق ما نقول لكمش البنات، كتجي زوينه بزاف وكتعطي هذاك اللوين ديال ديك التحميره هكايا كيجي ديك محمر هكايا كيجي زوين وكتجي فيه داك المذاق. هنا غندير شويه ديال التعليكه وغنثبت فيها هاد كما كتشوفوا هاد الارابيسك. كما كتشوفوا حتى هاد الصابلي هذا انا راه خادمه في ديك الطابيه. كما قلت لكم اللي ما بغاش يدير كاوكاو يخليه غير هكاك راه عاطي المنظر، غير هو كاوكاو او اللوز كونكاسي كيجي زوين بزاف كيعطي واحد المنظر كما شفتوا في الفيديو في الاول كيجي زوين بزاف. هكا غتشدوا غير البانسو هكايا صغير باش ما تخسر لكمش الحلوه ديالكم تجيكم فينيه مزيان. هكايا تخدموا وتكون لكم الخدمه ديالكم نقيه ما تعذبكم ما حتى حاجه. تمشيو غير هكايا بشويه باش يبقى داك الارابيس كيبقى شاد داك اللوين ديالو ما يخسر ما حتى حاجه. وكتمشيو غير هكايا بالجنيبات مع ديك الحلوه حتى كتدخلوا ليه هذاك كاوكاو كونكاسي او اللوز اللي كيكون محمر غير شويه ما تحمروش بزاف باش ما يعطيش ديك المروره في الحلوه. كما قلت لكم شتي الشكل كيفاش كيجي كيزيدوا داك كاوكاو كيزيدوا ولا داك اللوز كونكاسي كيزيدوا واحد التزيين يعني كيزيد فيه كيبان داك الارابيسك كيخليه كيبان بزاف وكيعطي واحد المنظر. وكما قلت لكم البنات اللي بزاف كيخدموا الكوموند وكيخدموا البلاطوات هاد الشكيلات هادو كيجيو زوينين وكيجيو عاطيه المنظر في البلاطو. انا البنات هاد الشكيلات هادو اللي شاركت معاكم انا رانا خادمه شكيلات اخرين ديال الحلوى
اللي غندخلهم ان شاء الله في البلاطوات. انا ماشي خادمه غير هادو، مازال ان شاء الله نحطهم معكم في القناه. كاينين شي وحدين بحال مثلا المعلكه ديال كاوكاو، هذيك رانا حاطاها معكم في القناه. ولكن كاين الجديد، ولكن ان شاء الله ما بقاش ليا الوقت بزاف. ان شاء الله حطيت معكم، شاركت معكم غير هادو ديال صابلي. مازال ان شاء الله غنحضر معكم هادوك الشكيلات اخرين. كما قلت لكم انا راه خادمه دوك الشكيلات اللي غندخل في البلاطوات، وغندخل معاهم هاد الصابلي هادو. وكعب الغزال حتى هو رانا دايره معاكم. ما غاديش نحطو معاكم في القناه، راني موجدته حتى هو ان شاء الله غندخلو في هاد البلاطوات هادو. ونتمنى هاد الشكيلات يعجبوكم وتجربوهم وقولوا لي كيفاش جاكم في التعاليق. كما قلت لكم البنات اللي بغاوني نوريهم هاد اللي تبارك الله البنات بزاف اللي تيعرفوا كيفاش يخدموا هاد الارابيسك، يعني راه هو اما كيدي موداش راه هو شحال هادي هو كاين، ولكن دائما كيبقى زوين ودائما كيبقى جديد. فين ما خدمتيه ودخلتي عليه تحسينات كيجي زوين. والبنات اللي بغاوني نخدمو ونوريهم كيفاش يخدموه يقولوا لي في التعاليق وندير لهم ان شاء الله واحد الفيديو. ها هو الشكل ديالنا كيفاش جا. غندوزو للشكل الثاني اللي خدمت اللي خدمت بالشوكولات. هذا البنات غندير ليه ديك التعليكه اللي حاطه معكم كما قلت لكم في القناه، اللي فيها الكليكوز وفيها سكر كلاصي والعسل. هي باش غتلصقوا هذا الصابلي هذا، حيت كتعطيه واحد التعليكه وكتعطيه واحد المذاق ما نقول لكمش البنات، راه رائع كيجي. صدقوني هذا الصابلي هذا اللي كلا عندكم غيعجبو. بالخصوص هاد العجين هادي راه نفس العجين ديال الصابلي، غير انا زدت ليها الكاكاو وزدت ليها واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، كتعطيها واحد المذاق. كتعرفوا القهوه مع الشكلاط كتجي مواتيه. كما كتشوفوا غنحط ليه ديك الوريضه ديال عجينه الشوكولا اللي كتعطيه واحد المنيضر، وكيجي المنيضر ديالو زوين بزاف. وما نقول لكمش المذاق ديالو كيفاش كيجي زوين بزاف. ونتمنىكم تجربوه. ودائما البنات كنرجع ونقول لكم الصابلي ديروه رقيق، باش ما رققتوا صابلي كتجيكم اللي كلاه كيعجبو. الصابلي ملي كيكون غليظ ما كتبانش ديك البنه ديالو وديك القرمشه ديالو، واخا تزينوه باي حاجه زينتوه ما غيجيكمش زوين وما كيجيكمش فيه المذاق. السر ديال الصابلي هو يكون رقيق البنات. داكشي علاش بغيت نشارك معكم، ما بغيتش نشارك معكم العجينه لان شاركتها معكم من قبل. عندي بزاف الطرق اللي حطيت معكم بزاف ديال العجين ديال الصابلي، ولكن كلهم تبارك الله كيكونوا ناجحين وكلهم كيكونوا زوينين. وبزاف البنات اللي كيتشكاو من الصابلي كيكون كيدخلوا الفران وكيدي فورمه ليهم. هذا راه صدقوني هاد الصابليات كاملين اللي حضرت معكم كيصدقوا. هكا الشكل ديالنا كيفاش كيجي. هذا شكل البنات الثالث اللي حتى هو غنلصقوا بديك التعليكه ديال اللي فيها اللي حاطه معكم في القناه، اللي فيها الشكلاط وفيها العسل. كتجي بحال الكراميل، كتجي زوينه وكتجي عطي واحد المذاق مع هذا الشوفان هذا. وصدقوني هذا الشوفان الا خدمتوه في الدار غتوليو تخدموا فيه بزاف د الحوايج البنات كما قلت لكم. وكيجي ماتي مع ديك النكهه ديال الليمون، دوك القشور ديال الليمون كيجيو ما نقول لكمش المذاق ديالو كيفاش كيجي زوين وكيجي عاطي المنظر. كما قلت لكم هذا الشوفان هذا يمكن لكم تزينوا به الكيك، يمكن لكم تزينوا به مثلا بحال هكايا ديك القرمشه اللي كيبغيها في الكيك كتجي زوينه فيه تخدموا به. يعني عنده بزاف د الحوايج غتستعملوهم، لي كلاص بزاف د الحوايج غتستعملوهم ليه اللي كيعجبو ديك القرمشه كتجي. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الصابلي هذا. ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوه البنات، راه كيجي زوين هذا الصابلي وهذا الزين ديالو. وكما كتشوفوا الشكل النهائي ديال البلاطوات ديالنا كيفاش كيجيو، راه كيجيو زوينين بزاف وكيجيو رائعين. وبالخصوص ملي غتدخلوا معاهم شكيلات اخرين ديال الحلوى، اي شكيل نتوما كيعجبكم. كما قلت لكم انا راني محضره شكيلات اخرين اللي غندخل في هاد البلاطوات، يعني ما غنحطش غير هاد الصابلي هكا. غندخل معاهم حلوه واحده اخرى اللي مجداها ان شاء الله ومازال غنحطها معكم في القناه.
كما قلت لكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، وعلى البنات القدام، وعلى البنات الجداد اللي دخلوا عندي. شكرا لهم بزاف بزاف، راه بالتشجيعات ديالكم باش حنا زايدين القدام. وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه. وهكا النهايه ديال الفيديو ديالنا، ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.